الليزر قديم وحديث، وهو آمن لجميع الأعمار، للصغار وللكبار وللحامل آمن ولا يسبب سرطان. بعض الأطباء يبالغ بالليزر أنه يعالج كل شيء، وخاصة الندبات وحبوب الشباب ويحسنها 30%، ولا يوجد أي تقنية تزيلها تماما حتى لو بالغ بعض الأطباء 70%. لا يوجد أي تقنية بالليزر تزيل الدهون خارجيا، وبعض الأطباء كمان يقول والله أنا عندي أجهزة خارجية تزيل الدهون. غير صحيح. اللي بيزيل الدهون لابد من شفط الدهون. تقنية الليزر اللي تحسن من الندبات اسمها فراكسل، وهي تحسن فقط 30%، وأنا أتمنى أن لا يبالغ بعض الأطباء في إزالتها تماما. ليزر إزالة الشعر لابد أن نتجنب الشعر الوبري الخفيف، ولا يوجد أي ليزر جيد للشعر الوبري الخفيف، والأفضل عدم إزالته بالليزر. لا يوجد عدد معين من إزالة الشعر بالليزر، قد تمتد إلى العشرات، ومن يقول أنه عدة جلسات ويزول الشعر خطأ. لا يوجد أي ليزر يزيل الشعر الأبيض، ومن يريد أن يزيل الشعر الأبيض إذا كانت شعرات خفيفة في تقنية الإلكتروليسيس، التحليل الكهربائي. الليزر لا يفيد في المسام والكلف والسليوليت والتصبغات، هذه لا يفيد. الليزر لا يفيد في الكلف والمسام والتصبغات والسليوليت ولا الهالات السوداء، الليزر لا يفيد فيها. تصبغات الشفاه إن كانت من التدخين أو بسبب جيني حلها هو الليزر، يخففها كثير. أما إبر الميزو والبلازما فهي لا تفيد في توجيه. تساقط الشعر في أشياء ثلاثة لا تفيد: الأنبولات اللي تكسر، والميزو إبر الميزو، وحبوب الفيتامينز، هذه كلها لا تفيد في تساقط الشعر. الذي يفيد في تساقط الشعر ثلاثة أشياء: تحليل لمعرفة السبب، وبخاخ المينوكسيديل، وحبوب البروبيشيا ولا البروسكار، أو زراعة الشعر لمن عنده حالة متقدمة. الهالات السوداء مشكلة شائعة، وفي أشياء لا تفيد فيها كثير. كريمات الهالات السوداء هذه لا تفيد، والليزر لا يفيد، ولا التقشير لا يفيد. الذي يفيد احمرار الوجه مشكلة شائعة لأي سبب، الوردية أو غيرها، حلها المثالي جلسات ليزر ونسبة التحسن 70%. الثعلبة هي مناعة ذاتية، تفقد بصيلة الشعر بسبب المناعة، والحل المثالي هو حقن الإبر الكيناكورت، وهي فعالة جدا. الثعلبة سببها المناعة، وليست لا النفسية ولا الخوف، وليست معدية، ولا يوجد شيء اسمه ذكر وأنثى. هوس تبييض الجلد عند كل النساء. أنا أحذر تحذير شديد من كريمات الآن انتشرت فيها كورتيزون، وهي ضارة، تبيض وتضر. أفضل طريقة لتبييض البشرة هي كريمات التبييض الآمنة عند الأطباء زي الإندوكوين أو التقشير الكيميائي الآمن. مشكلة اسمرار المرافق والركب عند كثير من النساء، أنا أحذر من التقشير أو من الليزر، أفضل طريقة ترطيب وعدم الفرك. تشققات الجلد مشكلة شائعة، وأنا أقول لا يوجد أي حل حتى الآن، لا كريم ولا ليزر ولا إبر. أنا أقول عدم علاجها أفضل من علاجها واستمرارها. التعرق قد يكون بسبب زيادة الغدة الدرقية، والعلاج الأمثل والأفضل في تعرق الآباط أو اليدين هو البوتوكس، ونسبة نجاحه 100%. البهاق بقع بيضاء بسبب مناعة تفقد أو تهاجم الخلايا الصبغية، وليست نفسية ولا خوف ولا غذاء. البهاق بقع بيضاء إذا هي صغيرة الأفضل كريم علاجها، أو إكزايمر ليزر إذا منتشر الناروباند العلاج الضوئي، وإذا ثابت زراعة الخلايا الصبغية. إذا البهاق طرفي ومنتشر أفضل علاج له هو التبييض، استخدام كريم البنكوين لكامل الجسم، يكون الجسم أبيض، ولا يوجد إبر للتبييض. كريم التبييض زي ما سوى مايكل جاكسون، لأن البهاق منتشر، لكن أنا أحذر كل بنت تستخدم كريم البنكوين إذا ما عندها بهاق، لأنها لن تبيض كامل الجسم. إبرة التبييض أو تسمى جلوتاثيون أو فيتامين سي أو أي شيء، لا يوجد بالطب شيء اسمه إبرة التبييض أو توحيد اللون، كل هذا شيء تجاري وغير مفيد. الليزر جدا فعال في إزالة الوحمات السوداء والوحمات الحمراء والنمش وحبوب الخال واحمرار الوجه. احنا كأطباء جلد نحذر من التان، والتان جميل لكنه ضار. ليش ضار؟ لأنه قد يسبب سرطان بالجلد، وقد يسبب تصبغات شبه دائمة. في 4 أشياء مخرشة للجلد احنا نحذر منها: الماء الحار، الصابون الكثير، الليفة، وحك الجلد للاستمتاع فيه.